طيب والان استاذ رحبي في 2016 تعرف مقوله الحبيب بورقيبه قال عريان بيكسي عريان بين قوسين. استاذ رحبي بصراحه في 2016 نتكلموا براغماتيه لانه احنا شعوب مغاربيه عندنا العاطفه وحابين نتحد وهذا شيء اكيد، لكن يعني براغماتيا منفعه وش ممكن يقدم في 2016 هذا الاتحاد بصراحه؟ اكيد انه يقدم الكثير. اقتصاد متكامل، كاين بعض السلع، كاين بعض الخدمات تلقاها تجربه تاع اخواننا التونسيين والمغاربه مثلا في السياحه، في الفندقه، في الخدمات الماليه، يد العامله مختصه، التشاور السياسي، التشاور الامني، لان ما نشوفش فقط المغرب كتحرك للاشخاص انها تتحرك بحريه، الاشخاص يتحركوا بحريه والاموال يتحركوا بحريه والسلع تتحرك بحريه، ولكن هناك كذلك الجانب السياسي، الجانب الاجتماعي، الجانب الامني، انك تتفاعل مع جارك، انك تنسق مع جارك لان عندك مصير مشترك، لان المخاطر هذه جديده تمس كل منطقه ما عندهاش حدود، مثل الارهاب عبر القارات وعبر الحدود بين الدول، فبالتالي اكيد ان هذه انك تنسق مع الجيران ضروره اليوم. ولكن المشكل ارجع لك دائما الى المشكل ان الشعور السائد في الاعلام وعند الطبقه السياسيه والدبلوماسيه الاجانب الموجودين هنا وفي اوروبا ان الجزائر هي مسؤوله على تعطيل هذا الاتحاد المغربي.